يا مساء الفل يا شباب، يا رب تكونوا بخير. النهارده حابب اتكلم معاكم عن توبيك مهم جدا في فلاتر، وهو ازاي نخلي التطبيق بتاعنا يكون سكيور، يعني نحميه على قد ما نقدر من ان يتعمل هاك للتطبيق بتاعنا بكل سهولة. بس طبعا قبل ما ابتدي واتكلم في التوبيك ده، ما تنساش تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للتشانل، وتفعل زر الجرس، وتقولي رأيك في الاخر في الكومنتس. وطبعا لو اي حاجة حابب ان احنا نتكلم عنها برضو قول عليها في الكومنتس. النهارده بقى يا شباب عايزين نبتدي نتكلم شوية عن ازاي ممكن نخلي التطبيق بتاعنا آمن. يعني صعب شوية ان اي حد كده يجي ويعمل هاك للتطبيق بتاعنا. طبعا مفيش حاجة اسمها حاجة مؤمنة 100%، بس احنا هنعمل اللي نقدر عليه عشان نخلي التطبيق بتاعنا يكون آمن. مبدئيا كده يا شباب، موضوع ان انت تخلي التطبيق بتاعك سكيور في بعض النقط الأساسية اللي بنمر عليها عشان نحقق الكلام ده. ومش كل التطبيقات محتاجة ان احنا نعمل الكلام ده، على الرغم ان هو سهل اساسا. فانت اي تطبيق ممكن تطبقه فيه وخلاص، لكن في العموم مش كل التطبيقات محتاجة ان انت تهتم قوي بالسكيورتي بتاعتها. لان مثلا لو بتعمل تطبيق فنفترض تدو اب بسيط مفهوش اي حاجة غير ان انت بتنشئ تدو وتستخدمها وخلص الموضوع على كده، فبالتالي مفيش داعي ان انت تشغل بالك خالص بصداع ان التطبيق بتاعك يكون سكيور، لان هو بسيط جدا. فمحدش هيكون مهتم ان هو يهاك التطبيق ده يعني. لكن طبعا في تطبيقات تانية بتكون مهتم ان انت تخليها سكيور. تطبيقات مثلا الفاينانس، التطبيقات ديت لازم طبعا تكون سكيور. يعني مثلا تطبيقات البنوك والكلام ده لازم طبعا تكون سكيور. التطبيقات دي فيها sensitive information وفيها حاجات كتيرة جدا زي الرصيد بتاع الشخص ويقدر يستخدمه في ايه، ممكن يحوله لحد تاني وكلام كتير قوي. فبالتالي التطبيقات اللي من النوعية دي لازم طبعا تكون سكيور. عشان كده هتلاحظ ان معظم اللي شغالين في السيكتور بتاع الفاين تك التطبيقات دي بيهتموا جدا بالسكيورتي بتاعت التطبيقات بتاعتهم. حاجة تانية برضو التطبيقات اللي فيها نوع من عمليات الدفع زي الاب مثلا in app purchases. لو انت التطبيق بتاعك فيه in app purchases، يعني ممكن شخص يشتري حاجة من التطبيق بتاعك، لازم طبعا تكون مأمن التطبيق بتاعك، لان هو ممكن بشكل ما يتخطى الموضوع ده ويحصل على الخدمة بدون ما يدفع اي حاجة. فبالتالي حاجة زي كده انت برضو محتاج تعمل secure للتطبيق بتاعك. فبالتالي في التطبيقات اللي زي كده بنحتاج فعلا ان احنا نهتم بموضوع السكيورتي في التطبيق بتاعنا. فانا النهارده جاي اكلمك عن مجموعه من النقط كده اللي ممكن نطبقها عشان نحمي الاب بتاعنا بشكل معقول. طبعا من النقط البسيطه جدا اللي ممكن تطبقها بشكل مباشر الا وهي الاوبفيوسكيت. تعالى كده نكتبها اوبفيوسكيت بالمنظر ده. ودي بكل بساطة معناها ان احنا بنخلي الكود بتاع دار ده يتغير الاسامي اللي فيه، يعني اسامي الكلاسز المتغيرات والحاجات دي يتم استبدالها بمثلا سيمبلز او حاجة زي كده، بحيث ان يصعب عليك ان انت تقراها. يعني انت حتى لو قريتها متفهمش دي بتاعت ايه، فتصعب موضوع الريفرس انجينيرنج. يعني لو جه شخص مثلا عمل ريفرس انجينير للكود بتاعك، يبقى الموضوع صعب شوية بالنسبة له ان هو يفهم الكود على طول، فسهل مثلا يعدل فيه. ودي حاجة بسيطة جدا ممكن تطبقها. يعني انت لو رحت على كروم مثلا وعملت سيرش على فلاتر اوبفيوسكيت، هتلاحظ ان انت عندك في الدوكيومنتيشن كاتب لك ازاي ممكن تعملها عن طريق ان انت تحط داش داش اوبفيوسكيت وانت وبتعمل بيلد. موضوع بسيط جدا، بس خلي بالك من نقطة ان هو بيقول لك تحذير هنا ان ده بور سيكيورتي براكتس. يعني خلي بالك دي مش حاجة قوية. يعني انت مش لما تعمل كده انت خلاص التطبيق بتاعك اي حد هيعمل ريفيرس انجينيرنج ليه مش هيقدر يفهم حاجة فيه. لا طبعا هو بيحاول يعمل كده، لكن مش معنى كده ان هو هيبروتكت اجينست ريفرس انجينيرنج. حتى هو بص قايل لك هنا، هو بيحذرك من النقطه دي، بيقول لك ان ده بور سيكيورتي براكتس. يعني انت اعمله مع حاجات تانية مش لوحده. فاهم قصدي؟ فبالتالي دي حاجه ممكن نعملها، لكن مش الحاجه الوحيده بس اللي المفروض نعملها. من الحاجات التانية يا شباب اللي احنا ممكن نعملها ان احنا نسكيور السنسيتيف داتا بتاعتنا. دلوقتي خلي بالك انت لما بتيجي تتعامل مثلا مع اي اي بي اي او حاجه زي كده، بيبقى عندك زي اكسس توكن. ايه التوكن دي؟ التوكن دي بتقول انت مين. يعني هل ثروت ده اللي بيستخدم التطبيق حاليا بالفعل ولا لا؟ لو ثروت اديله البيانات اللي عايزها او عدل في البيانات اللي عايزها، او حتى حول الفلوس اللي هو بيتكلم فيها. هو ليه عمل الكلام ده؟
ليه الباك اند بتاعتي عملت الكلام ده؟ لان من الاخر كده انا وريتها الاكسس توكن بتاعتي اللي بتقول ان ده فعلا ثروت. فبالتالي بيانات زي كده هي سنسيتيف جدا، يعني محدش ينفع يوصل لها بكل سهولة، لان من الاخر كده لو في شخص قدر يوصل للبيانات ديت انتهى الحوار على كده. هو ممكن يستخدمها بقى عشان يعمل اي حاجة عايزها يعملها. فبالتالي لما تيجي تشتغل على تطبيق اي سنسيتيف داتا تظهر لك ما ينفعش تخزنها لوكال كده وخلاص، لان لو بشكل ما شخص عمل هاك للتطبيق ده وقدر يوصل للبيانات دي انتهى الحوار على كده. طب ايه الحل هنا؟ الحل هنا ان احنا نخزن البيانات دي بشكل سكيور اكتر. يعني مثلا اعمل لها انكريبشن بحيث ان لو في شخص جاي يعمل هاك ووصل فعلا للبيانات دي ما يقدرش يستفاد بيها. هي بالنسبه له حاجه مش مفهومه اساسا، كده كده معمول لها انكريبشن، هو محتاج يديكريبت البيانات دي الاول وبعد كده يستخدمها، وهو مش هيعرف يعمل لها ديكريبشن. فبالتالي عشان نطبق الكلام ده في اكتر من طريقه، منهم فلاتر سكيور ستورج. ممكن نعمل سيرش كده عليها فلاتر سكيور ستورج، من الباكجز المعروفه اللي ممكن تستخدمها عشان بعد كده تخزن البيانات على هيئه كيو فاليو عادي خالص، بس المره دي بتتخزن وهي معمول لها انكريبشن، تبقى سكيورد جدا. فبالتالي ما تقلقش من النقطه دي، البيانات بتبقى سكيورد واستخدامها بسيط جدا. يعني لو لاحظت معايا وهنا بيستخدم فلاتر سكيور ستورج بيريد الكي، او مثلا هنا بيرايت كي معين بس، وهو بيخزنها بشكل بشكل سكيور. وهتلاقي قايل لك هنا كده شويه معلومات عن الحاجه اللي بيستخدمها في عمليه الانكريبشن والكلام ده لو حابب تقرا عن الموضوع ده يعني اكتر. بس هي من الحاجات اللذيذه اللي ممكن تستخدمها فعلا عشان تسكيور البيانات بتاعتك بشكل كويس. هي مش الحاجه الوحيده طبعا، لكن من الباكجز المشهوره جدا في اداء الموضوع ده. وعلى فكره هايف برضو ممكن يتم استخدامها للموضوع ده، يعني حتى هايف ممكن تستخدمها عشان تعمل انكريبشن للبيانات اللي انت بتخزنها. يعني فنفترض دلوقتي لو انت هتخزن بيانات كتير مثلا او كومبليكيتد شويه اكتر من هي كيو فاليو، فانت محتاج حاجه زي هايف عشان تخزن البيانات. طب البيانات دي اخزنها بشكل سكيور ازاي؟ هتلاقي ان هايف اساسا فيها امكانيه ان انت تخزن البيانات ويكون معمول لها انكريبشن بشكل بسيط جدا. بس انا عايز اروح على الدوكيومنتيشن، هو المفروض يبقى قايل اهو زي ما انت شايف قايل هنا بالفعل، يعني هو قال لك key to encrypt your boxes، فانت ممكن فعلا تستخدمها عشان برضو تعمل انكريبت للبيانات اللي بتخزنها باستخدام هايف. فبالتالي يبقى انا الحاجه التانية برضو اللي ممكن اعملها ان انا اسكيور الداتا بتاعتي. من الحاجات برضو يا شباب التالتة اللي احنا ممكن نعملها ان احنا نتشيك الديفايس الحالي بتاعنا معمول له روت او مثلا جيل بريك ولا لا. يعني ايه روت ويعني ايه جيل بريك؟ اعتقد انت ممكن تكون سمعت عن واحده منهم. يعني انت لو راجل ماسك جهاز اندرويد فعلى الاغلب انت سمعت عن موضوع الروت، يقول لك انا هعمل للجهاز ده روت. ولو انت بتستخدم اي او اس على الاغلب سمعت عن كلمه جيل بريك. جيل بريك دي زي الروت بتاعه الاندرويد، وروت دي زي جيل بريك بتاعه الاي او اس. طبعا انت لما بتيجي تعمل الحاجتين دول، يعني لو في شخص جه عمل الحاجتين دول فهو كده يقدر يتخطى بعض السكيورتيز اللي ممكن تكون موجودة من السيستم أصلا. فده ممكن يعمل لك مشاكل. المشاكل دي ممكن تظهر في تطبيقات مثلا فيها in app purchase والكلام ده. فأنت بالتالي لو حابب تخلي التطبيق بتاعك سكيور أكتر، خصوصا لو التطبيق فيه in app purchase والكلام ده، ممكن في الحالات اللي زي دي تديتكت هو الديفايس بتاعك معمول له الكلام ده ولا لأ، بحيث لو كان فعلا معمول له روت او جيل بريك ما اشتغلش اصلا، الاب ما يشتغلش. ودي على فكره ممكن تلاقيها في تطبيقات كتير. يعني انا شخصيا ما جربتش ان انا اعمل روت للجهاز بتاعي وافتح تطبيق بنكي، لكن انا جربت اعمل الديفلوبر اوبشنز على الديفايس بتاعي الاندرويد، جربت اعملها. ولما عملت الديفلوبر اوبشنز التطبيق البنكي اساسا ما فتحش، يعني التطبيق بتاع البنك اللي انا بستخدمه ما فتحش اصلا. متخيل؟ لمجرد بس ان انا فعلت الديفلوبر اوبشنز. يعني هو بيديتكت الحاجه دي، لان هو طبعا مخلي الاب بتاعه سكيور على قد ما يقدر، فبالتالي هو عمل ديتكت ان انا فتحت الديفلوبر اوبشنز، فبالتالي تلقائيا مرضاش يفتح التطبيق بتاعه. فهنا نفس الكلام بالظبط، بمجرد ما الديفايس يكون معمول له روت او جيل بريك المفروض انا ما افتحش التطبيق ما يرنش اساسا، او اقول له مثلا في مسج في مشكله عندك دلوقتي المفروض تعملها، وبعد كده ترجع تكمل بقى تستخدم التطبيق. وهتلاقي باكجز كتير للموضوع ده. لو عملنا سيرش هنا على فلاتر
jailbreak detection. هتلاحظ ان انت عندك باكج بالفعل اهي اسمها jailbreak root detection. لو دخلنا عليها كده هتلاحظ ان انت عندك باكج بالفعل بتعمل تشيك على اذا كان الديفايس ده معمول له جيل بريك او روت. وخلي بالك في باكج مشهوره اكتر للجيل بريك اللي هي بتاعت الاي او اس، اعتقد هي الباكج دي. تعالى كده ندخل عليها مثلا. ايوه هي الباكج دي، لو لاحظت اخدت 349 لايك. دي تقريبا اكتر باكج مشهوره، يعني ما افتكرش ان في باكج اخده لايكس اكتر من كده. بس طبعا هي published 2 years ago. خلي بالك ده شيء مش مبشر، لان طبعا معنى كده ان اخر فيرجن موجود من حوالي سنتين، فده شيء مش كويس. طبعا ممكن تشوف حاجات تانية تكون up to date اكتر، يعني مش بالضرورة الباكج دي، لان في خيارات كتير ممكن تلاقيها، يعني زي مثلا جيل بريك روت ديتكشن لو دخلت عليها كده فدي من 6 شهور بس، يعني واضح ان هي up to date اكتر من غيرها شوية. فانت بتستخدم يعني اي واحده فيهم مادام شغاله خلاص زي الفل، انت بتشوف اللي شغاله والمناسبه معاك وتقدر تستخدمها. المهم ان في الاخر خالص الباكج هترد عليك وتقولك اذا كان الديفايس ده كان معمول له روت او معمول له جيل بريك ولا لا. لو معمول له كده فانت المفروض تشوف بقى مش هتفتح التطبيق ولا ايه التصرف اللي انت المفروض تعمله في الكيس اللي زي كده. لكن دي حاجه مهمه جدا طبعا لازم تاخد بالك منها، نقطه ان انت تتشيك في حاجه زي كده. تمام، دي نقطه مهمه جدا لازم تعملها. وكده بالنسبة لي يا شباب ال3 نقط دول من الحاجات اللي أنا شايفهم أساسيين تعملهم بشكل بسيط، يعني حاجات مش صعبة إن أنت تعملها عشان تخلي الآب بتاعك يكون سكيور على الأقل بشكل معقول. يعني في حاجات تانية ممكن نعملها، طبعا في حاجات تانية ممكن نعملها خصوصا لو أنت بتتعامل مع باك إند وفي بيانات رايحة وبيانات جاية، ففي يعني حاجات تانية ممكن نتطرق ليها، لكن ده كلام خلينا نتكلم فيه في فيديو آخر. برضو من الحاجات السهلة اللي ممكن تعملها برضو عشان يعني يعتبر بتخلي الاب بتاعك سكيور شوية، هي ملهاش علاقة بان الاب بتاعك سكيور على قد ما هي ليها علاقة ان البيانات دي مفيش حد يشوفها ما عندوش صلاحية، الا وهي الاي بي اي كيز بتاعتك. انت دلوقتي لو بتتعامل مع اي بي اي فانت على الاغلب بيكون عندك ما يسمى بالاي بي اي كي او ايا يكن، يعني البيانات اللي هي المفروض ما تكونش موجودة على الريبو بتاعتك. ما انت دلوقتي في بيانات معينة لما بتيجي ترفع البروجكت بتاعك على جيت هاب البيانات دي بتترفع، كل حاجة هنا بتترفع على جيت هاب. فبالتالي لو انا عندي اي بي اي كي وحاجات تانية برضو المفروض مفيش حد تاني يشوفها غيري انا، بتكون مشكلة لو هي اترفعت مع الريبو دي على جيت هاب. عشان كده على الاغلب بنعمل لها جيت اجنور، يعني انت بتعمل لها اجنور بحيث ان انت لما تيجي تعمل بوش على جيت هاب على طول مفيش اي حاجة تترفع، تفضل موجودة عندك. فمن الطرق اللي بتخليك تسهل العملية دي هي ان انت تستخدم حاجة اسمها environment. يعني لو انت عملت سيرش كده حاجة اسمها flutter env، ضغطت انتر هتلاحظ ان انت عندك باكج اسمها flutter.env. طب دي بتعمل ايه؟ دي كل اللي بتعمله ان هي بتنشئ .env فايل انت اللي بتنشئه، وبعد كده جوه الفايل ده بتبتدي تحط البيانات بتاعتك عبارة عن الكي ايكوال الفاليو، كي ايكوال الفاليو، وبعد كده بكل بساطة بتلود او بتحمل الفايل ده وتستخدم البيانات اللي فيه. يعني لو لاحظت معايا هو طبعا بيضيف الفايل ده كاسيتس، يعني هو بينشئه في البروجكت بتاعه في الروت، يعني بالظبط بالمنظر ده بيجي هنا كده وينشئ مثلا في الروت كده نيو فايل هيسميه .env. ده بيمثل البيانات اللي لها علاقه بالانفايرمنت بتاعتك زي الاي بي اي كيز والكلام ده. فانت بتيجي تنشئها هنا مثلا اي بي اي كي بيساوي وبعد كده الفاليو في المكان ده، يبقى عندك هنا الكي وبعد كده هنا الفاليو. طبعا ممكن تحط حاجات تانية، وبعد كده ببساطة كل اللي انت بتعمله بتضيف طبعا الفايل ده للاسيتس، وبعد كده اهم خطوة ان انت تعمل اجنور للفايل ده. احنا هنا حطينا كل الحاجات اللي احنا عايزين نعمل لها اجنور، فباجي بقى كده في الجيت اجنور هنا واجي في المكان ده اعمل اجنور للفايل ده. في الطبيعي لو اخدت المسار كوبي بس وحطيته هنا بيتعمل له اجنور، لكن في حالة الدوت ان فايلز يا شباب فانا ببقى محتاج ان انا اجي قبليها كده واحط زي ايه، زي ستار بالمنظر ده. لكن في الطبيعي اي فايل تاني او اي حاجة عايز اعملها جيت اجنور باخد بس كوبي للمسار واحطه في المكان ده وكده خلاص انا عملت لها جيت اجنور. طبعا لما بتيجي تعمل لها جيت اجنور بتلاحظ ان الفايل ذات نفسه لونه اختلف،
لكن الفكره كلها طبعا ان انا دلوقتي لسه ما عملتش جيت انت اساسا، فبالتالي مفيش اي حاجه ظاهره معايا لان لسه ما عملتش جيت انت. لكن بص بقى، لما عملت جيت انت لو لاحظت معايا ده بقى لونه اسود وده بقى لونه اسود. ليه؟ لان اتعمل لهم اجنور، لكن الباقي كله لا. طبعا الفكره كلها في النقطه دي ان بس ما يترفعش معايا على فين يا شباب، ما يترفعش معايا على الريبوزيتوري بتاعتي بحيث ان محدش يشوفه غيري انا. هي الفكره كلها في النقطه دي. يبقى احنا كده اتكلمنا عن 4 نقط ممكن تطبقهم بالفعل عشان تزود من امان التطبيق بتاعك. انك تعمل اوبفيوسكيت للكود بتاعك، انك تسكيور السنسيتيف داتا، انك تتشيك الديفايس ده معمول له روت ولا جيل بريك، وبرضو انك تخزن الاي بي اي كيز بتاعتك في الانفايرمنت وبعد كده تبتدي وتستخدمها. فكده احنا اتكلمنا عن ال4 نقط. طبعا انا هنا بديك العناوين وانت بعد كده تقدر تبتدي تشوف كل واحده ممكن يتم تطبيقها ازاي، ولو حابين نتكلم عن كل واحده فيهم بالتفصيل اكتر وازاي نستخدمها والكلام ده ممكن تقولي في الكومنتس. بس بكده يكون الفيديو ده انتهى، واستناك الفيديو جاي ان شاء الله. مع السلامه.